منذ أن حملت الجزائر الرباط المسؤولية في استهداف 3 من رعاياها بصاروخ، يتم تداول أخبار وصور وفيديوهات تتحدث عن تعزيزات عسكرية من كلا الطرفين وأن الحرب تلوح في الأفق. أخبار التعزيزات العسكرية لم تؤكدها جهة رسمية، بينما تم تداولها من حسابات جزائرية وأخرى صحراوية. هذا الفيديو لطريق الرباط بين بشار وتندوف لتحريك الجزائر لقوات برية في منطقة الجيش الثالث ببشار وتندوف الحدودية. هناك حديث أيضا عن تعزيزات مغربية في مناطق الصحراء الغربية. هذا الفيديو مثلا يظهر نقل آليات عسكرية مغربية غير بعيد عن مدينة سمارة وفقا لحسابات مواقع التواصل التي سربت هذا النوع من الفيديوهات. حسابات من البوليساريو تنشط كثيرا حاليا، قامت بتسريب بعض الفيديوهات وأخبار وصور لمقاتليها وتحركاتهم، والتي تقول صفحاتها وبياناتها إن وتيرتها زادت منذ حادث مقتل السائقين الثلاثة. هذا الفيديو يظهر قصفا للبوليساريو. حسب صحيفة إكسبريس الفرنسية 6 جنود مغاربة قتلوا منذ نهاية وقف إطلاق النار منذ عام تقريبا. من الصور الأكثر تداولا حاليا عن الحرب المحتملة هو ما نشرته صحيفة إسبانية هي صحيفة لارديون. نشرت تقريرا قالت فيه إنها اطلعت على هذه الصور التي تظهر نشر الجيش الجزائري بطاريات إطلاق صواريخ موجهة نحو عدوها في الأراضي المغربية حسب وصفها. الصحيفة التي مقرها مدريد توصف بأنها مقربة من المخابرات الإسبانية عنونت: هل هي الحرب على أبواب إسبانيا؟ مصادر مغربية قالت إن البطاريات تلك دفاعية وليست هجومية، وأكدت أن المغرب مستعد في حال أي تصعيد. منطقة الحدود الجزائرية الصحراوية المغربية هي حاليا من أخطر مناطق النزاع التي تتطلب وجودا على الأرض للتحقق من الأخبار والصور الواردة من هناك. هؤلاء في الصورة من قوة مينيرسو التابعة للأمم المتحدة، وزارة مكان الشاحنتين المستهدفتين أو مكان الحادث أيضا، لكن لم يصدر عنها أي تعليق بشأن الحادث. كيف رأى المغردون هذا التصعيد بين الدولتين؟ عينة من التغريدات: عبد الحميد ليست عبد الحميد، إنما هذه تغريدة عبد الحميد يقول لماذا لا يتفاوضون كما بريطانيا وفرنسا؟ الخلاف جائز، ولكن الأمل في الصلح والحلول الوسطى لا ينقطع. أصلا الحرب من مصلحة إسرائيل، والعرب أذكى من أن يحققوا لها غاياتها. أحمد يقول: عند قيام الحرب كل طرف يضع خططا لإخضاع الطرف الآخر، وفي نفس الوقت هناك أطراف أخرى تضع خططا لإخضاع الطرفين معا، وكذلك منطقة شمال أفريقيا كلها. محمد بن صالحة يقول: الحرب ليست حلا، لأن وقودها سيكون المواطنون العاديون من الجانبين. بلدان من دول العالم ستتدخل بمن فيهم الدول الغربية كما فعلت في العراق واليمن وليبيا. مزيغ يقول: ليست الجزائر من أتت بالكيان الصهيوني للمنطقة بل المغرب، لذا عليه أن يتحمل. هو من حشر في الزاوية، وهو من يرغب في الحرب. حتى لو افترضنا أن قافلة الشاحنات دخلت منطقة متنازعا عليها، هل الحل الوحيد هو قصفها؟ هشام يقول: عندما ستندلع الحرب سيدافع المغرب عن بلاده وسيكون على حق، وستحارب الجزائر عن الباطل. دبلوماسيا لا يبدو أن العجلة تدور بنفس وتيرة التصعيد الأخير، فمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا الطرفين للحوار، بينما راسل وزير الخارجية الجزائري الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وأوضح أن المغرب استعمل أسلحة قاتلة متطورة لعرقلة حركة المركبات التجارية وقام بفعلته في إقليم لا حق له فيه بحسب البيان. المغرب نفت وسائل إعلامها على لسان مسؤول ولم تسمه كل الاتهامات الجزائرية، موضحة أن المغرب لن ينجر إلى الحرب. الآن تتجه الأنظار إلى خطاب مرتقب للعاهل المغربي محمد السادس
غدا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء. شكرا لمشاهدتك تريندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.